هل سمعت عن مدينة الخطيئة التي اختفت في أقل من ثانية؟ مدينة مومباي في إيطاليا التي تحولت لعبرة أبدية بسبب الفاحشة. تعالوا لنعرف القصة والحقيقة ونتعلم منها درس ما يتنساش. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عباس وهذه قناتي على اليوتيوب. لو مش مشترك في القناة اعمل اشتراك في القناة علشان يصلك كل جديد. يعني أكرمني باشتراكك في القناة، هذا فضل منك وكرم. النهاردة معنا قصة غريبة جدا، قصة مدينة مومباي اللي كانت مليئة بالخطيئة والفاحشة. في لحظة انفجر بركان فيزول، وكانت درجة الحرارة تصل إلى 500 درجة مئوية. مدينة مومباي اللي كانت مليئة بالخطيئة والفاحشة، في لحظة انفجر بركان فيزول. درجة الحرارة وصلت لأكثر من 500 درجة مئوية. اللي حصل إن كل سكان المدينة اتحولوا لتماثيل خزافية بسبب الرماد الذي غطاهم. العلماء اكتشفوا 70% من المدينة دي، وبيقولوا إن سبب اللي حصل كان انتشار الفاحشة. بيشبهوا أهل بومباي بقوم لوط بسبب أعمالهم. أصدقائي، الفاحشة أو الذنب نهايته دايما سيئة، سواء في الدنيا أم في الآخرة. علشان كده لازم نحافظ على نفسنا ونبعد عن أي حاجة تغضب ربنا عز وجل، ونتعلم من اللي حصل لغيرنا. السؤال هنا، هو حضرتك كنت تعرف أي حاجة عن مدينة مومباي الإيطالية اللي أهلكت في ثانية بسبب هذه الفاحشة؟ وإيه العبرة اللي استفدتها من القصة اللي أنا حكيتها النهاردة دي؟ مستني تعليقاتكم تحت الفيديو، وما تنساش تشاركوا القصة مع أصحابكم علشان تعم الفائدة، والدال على خير كفاعله. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.